فجالهم طفل 9 شهور disturbed conscious level علامات الوعي مضطربة، وعملوا له تحليل لقوا عنده toxicity من التتراهيدروكانابينويد اللي هو الحشيش، اصلا الكنابس. ما شاء الله بادئ بدري يعني. ده طبعًا تناول بالخطأ، طبعًا للأسف الحشيش من مشكلته إن هو ما لهوش antidote، ما لهوش مصل. بتستناه يروح بقى. بطلة حكايتنا النهاردة دكتورة، لكنها في الأصل فنانة في عالم الدواء، قادرة إنها تخلي الجراح تنسى ألمها والأوجاع تودع دموعها، لأن ببساطة كل كلمة منها بتعتبر وصفة سحرية، لدرجة إن حتى السموم بتتحول لقصص حب معاها. شريكة حكاية النهاردة الدكتورة رنا البكري، أهلا بيكي. أهلًا بيك يا دكتور، وميرسي أوي على الintro اللطيفة دي. صح الكلام ده ولا؟ صح، إحنا ممكن نبتدي حكاية historical جدًا بمناسبة السموم إزاي؟ إزاي، كان في العصور القرن ال19 في فرنسا، كانت الستات بتعمل بمناسبة الحب حيلة بالسموم، كانوا جوزها نازل الشغل بتحط له سم مخفف أصلا أصلًا، بحيث إن هو لو اتأخر زيادة عن ميعاد شغله يبتدي تأثير السم يضايقه، يحس بشوية لخبطة في الvitals بتاعته، في دقات قلبه وكده، أها روّحوني بيتي أنا باموت، يروّح بيته ياخد الترياق، أهو فيقول الواحد ما بيرتاحش غير في بيته. صح، ده الموضوع من زمان بقى، الموضوع من الستات زمان. من زمان ما اتغيروش عن دلوقتي، الحمد والله لله. هو ده من الحُب ما قَتَل، هُم الستات طبعا كانوا بيعملوا حاجات مجنونة بالسموم ده ممكن زمان. تغلط وتديله جرعة زايدة يفيص فيها. طب الحمد لله. طفل 9 شهور شرب آه. حشيش ازاي؟ بُص، هو مبدئيًا أنا بابقى on call في حالات التسمُّم، أنا في الأصل استشاري صيدلي كويس، فبيكون معايا triad دكتور الاستقبال والطوارئ والدكتور المتخصص في حجز الحالة. فجالهم طفل 9 شهور disturbed conscious level علامات الوعي مضطربة، وعملوا له تحليل لقوا عنده toxicity من التتراهيدروكانابينويد اللي هو الحشيش، اصلا كنابس. ما شاء الله بادئ بدري يعني. ده طبعًا تناول بالخطأ، وطبعًا للأسف الحشيش من مشكلته إن هو ما لهوش antidote، ما لهوش اه مصل. بتستناه يروح بقى. لأ، مش بنستناه يروح، إحنا بندّي caffeine spire أمبول، أمبولة كافيين، هي بتبقى موجودة كده في حالات الأطفال المولودة بدري عن ميعادها وما كناش مدّيين الأم حقنة الرئة، عشان نحفّز بس مركز التنفس في المُخ، يعني عشان بيحصل له depression لإن هو خده ازاي اصلا، يعني ايه الموضوع؟ والله هو واضح إن ده إهمال. طبعًا حالات السموم بيبقى ليها شقين، طبعًا لازم بيكون في مستشفى medical legality، الجزء اللي مهم. هو القانوني مع الطبي، لإن أنت ما بتكونش عارف هل ده بالخطأ، هل كان مقصود شخص يقتل حد تاني، هل ده مجرد إهمال، ما بنكونش عارفين، فطبعًا بيكون ليها شِق. ما عرفتوش طيب؟ يعني لأ، هو دي مثلا دي كان ماشي مش كده لقى حتة حشيش خدها، ولا هو شرب جنب ناس بتشرب؟ يعني هو خده عن طريق لأ، هو الدخان ولا أكله؟ إنه يوصل لlevel الtoxicity أو level التسمم، ده تناول قطعة كبيرة. قطعة. ما شاء الله عندهم وفرة لدرجة تلاقي قطعة معدية البنا، الله كلها فحشيش، ما دي طلع هي أنت عارف حشيش. بقى لونها يعني شكل شكلها الشوكولاتة زي إسماعيل ياسين ما تي تكونش كنت. شوكولاتة. طب يعني هو ما شاء الله تقريبا عندهم بوفرة، هما تجار بقى مش ولا ايه ولا بُص، في الموضوع؟ الحشيش مُقنّن في بعض الدول، هو اصلا الطفل ده كمان أنا بس ما أقدرش أتكلم عن هوية الشخص، بس هو ما كانش مصري، ففي اه بعض امال الدول ما كانش أصلًا مصري؟ بالنسبة طب لهم اجنبي ولا برضه عربي يعني؟ جنسية عربية اه فهُم عندهم من بعض الدول اللي هي عندهم خد ياض حتة الحشيش ما حشيش فيهوش كده مشكلة، لا، لأ، غير. لأ، مش كده، بس مش ده قصة طفل إن هو يعني. يدّيها له، هو كانت موجودة وتناولها بالخطأ، بالخطأ يعني. لكن هُم دايمًا بتبقى تحت ضرسهم بيقعدوا يعضوا عليها كده عندهم يعني أساس يعني. طب الحمد لله ربنا يستر. هنبدأ يا رب. فقرتنا بفقرة اسمها ميكروسكوب موافي، نحطك تحت الميكروسكوب وهنطلع بقى الأسرار، فما تقلقيش يعني انت معانا في أمان. نبدأ الأول، انت مين؟ عرفينا بنفسك. أنا مين؟ والله ببساطة أنا شخص يعني أوصف نفسي إن أنا أكون شخص طموح، مُحِب للعلم جدًا، شغوفة، يعني أنا لسه موقّفة دراسات، يعني أنا عمري دلوقتي 38 سَنة ولسه آخر حاجة دارساها كانت من كام شهر فاتوا بالضبط ربنا يعني. يديك الصحة، ولا الواحد هبط من فترة كده مش قادر ارجع تاني، بس ربنا يعينك. ايه تاني؟ فلأ، يعني عندي شغف أوي ناحية العلم، شخص بيحب الحياة والضحك والهزار جدًا، الحمد لله. الحمد لله. مش محتاجة دكتور نفسي يعني. يعني ما نستغناش عنكم انا يا بربي دكتور يعني. زباين، بس بعمل زباين. ايه تاني؟ إيه تاني؟ والله ما أعرفش أنت هتعرّف أنهي جانب بقى، الجانب المهني كprofessional wise والّا الجانب الاجتماعي؟ وصفي نفسك، لو خلصتي خلاص هنخش على السؤال اللي بعده.
يعني ممكن يعني أعرّف نَفْسي طالما إحنا في حاجة كده formal إن أنا استشاري ومُدرِّس الأدوية والسموم الإكلينيكي. فين بقى؟ في المركز الطبّي العالمي استشاري وon call وفي جامعة الصلاحية الجديدة مُدرِّس. تمام، ليه اخترتِ مجال السموم ده تحديدًا؟ والّا هو اللي اختارِك والّا جات إزاي؟ والله أنا درست في صيدلة مواد من أقسام كتير، بس تحديدًا القسم ده أنا لقيت نفسي فيه جدًا، وبيان درجاتي فيه كان كلّه امتياز. هو تقديري عام امتياز، بس أنا أقصد إن ده القسم الوحيد اللي كانت مواده معايا فعلًا كنت متمكنة منها جدًا. طب اشمعنى القسم ده؟ يعني كان في شغف مثلًا والّا هو جات كده فبعد كده اخترتيه؟ لأ، هي ما جاتش كده، أنا كنت لاقية نفسي في القسم، يعني عشان كده كمّلتِ فيه. كمّلت فيه، اخترت عملت الماجستير والدكتوراه في القسم. برافو عليكِ. حضرتِك single mother، بتشوفي الموضوع ده إزاي وبتقدري تواجهيه إزاي؟ بُص، هو الموضوع مش سهل أبدًا، اهم. ومش trend ومش حاجة cute ومش قرار سهل. لإن مسألة الانفصال كل الأطراف بتخسر، بس خلّيني أقول لك إن ممكن الأم والأب يعوّضوا خسارتهم، اهم. يلاقوا شركاء آخرين يتعاملوا. الخسارة الحقيقية أو التعب بيبقى فعلًا في الأطفال، هُم اللي بيعانوا، لإن الطفل محتاج طرفين متشاركين في الحياة صح، للنشأة. صح. هُم اللي بيخسروا أكتر. دول أكتر طرف التجربة كانت متضرر. صعبة؟ آه. إيه أكتر حاجة صعبة فيها؟ يعني أكتر حاجة. أكتر حاجة صعبة إن شخص يكون عنده المحاولة وإن هو عاوز يصلّح وما يكونش في حد مساعده، فاستنزفت طاقة كتير أوي إن أنا أحاول أقول إيه، طب يمكن لو عملت كذا، طب يمكن لو كذا. وبتجربي لوحدِك، اللي هو بعافر كده. طب ما بالضبط. فيش حد كان معاكِ يعني مثلًا الأهل بتاع والّا برضه في لأ الآخر مش المقصود، أصل دي مش مسؤولية أي شخص غير الزوجين، اهم. فمش معايا حد بمعنى إيه، هُم الزوجين اللي بيحاولوا. طب إمتى العلاقة بين الراجل والست تبقى مستحيلة؟ لو الشخص ده قدرة احتماله انتهت، بمعنى أنا ممكن أكون أنفصل عن شخص وغيري يكمّل معاه مسيرة حياته، ويتقبّل الطباع ويتقبّل الحياة، فهي بتنتهي مع نهاية قدرة الشخص على الاحتمال. تقصدي شخص واحد والّا الاتنين؟ يعني ممكن يكون فيهم واحد بيأذي التاني، فالتاني ما اتحمّلش فخلاص والّا بالضبط. الاتنين ممكن يكونوا كويسين بس مش مناسبين لبعض؟ والله دي موجودة وبتبقى لطيفة أوي، يعني بينفصلوا وقتها بشكل مهذّب وdecent وراقي، اهم. الموضوع ما بيبقاش فيه مأساة يعني. في ممكن تبقى رغبة الطرفين، ممكن تبقى رغبة طرف واحد، يعني. يعني تقصدي لمّا بيوصلوا لنهاية مسدودة، اللي هو ما فيش تفاهم مثلًا، ما فيش لغة، ما فيش. بُص، بالنسبة لي أنا كنت حاطة الموضوع موازنة، بمعنى الانفصال ليه ضرر والاستمرار ليه ضرر، بس كانت اهم. كَفّة ضرر أنهي أكتر. برافو، أنا أنتِ قِستها حسبتيها كده يعني، فعلًا زي ما إحنا بالضبط. بنعلّم الناس، أنت شوف أكتر خساير هتبقى فين وهتقدر تكمّل فين، لإن الناس اللي بتيجي لنا وبتسأل أنا مثلًا مش مرتاح في علاقة، أمشي والّا إيه؟ أنا مش باقول له رأيي، أنا باعلّمه إزاي يفكّر ويحسبها، صحيح. فأنتِ بتحسبيها لحد ما تلاقي الدنيا ماشية في الاتجاه الأقل ضررًا أو الأقل خسارة. بتسامحي اللي جُم عليكِ؟ مسامحاهم؟ في وفي، في سامحت وفي لأ، مش قادرة. ما عرفتيش، آه. ليه بقى؟ كان فوق قدرتي على التجاوز. الأذى اللي عملوه أكتر آه، من قدرتِك على التجاوز؟ بالضبط، لسه بالضبط. أنا فاكراه لحد دلوقتي والّا برضه ناسياهم من باب إن أنا أصلًا مش. مش بييجوا على بالي regularly، بس لو الموقف جه أو الأمر استدعى إني أفتكر بيبقى الموضوع لأ، مش ما أنتِ لطيف. رايحة تنامي بقى، بافتكر الذكريات كده لأ خلاص إحنا وصلنا لسِن بقى إن إحنا بننام بننام على من تعبانين التعب على طول من خلاص. الإرهاق عشان عندنا شغل الصبح. بالضبط. طيب إيه أغرب حالة مرّت عليكِ طوال شغلِك؟ يعني الحالة اللي مش قادرة أنساها أو فاكراها دايمًا؟ والله هي الحالات كلّها في مجال السموم حقيقي يعني ده أكيد غريبة، يعني. بس يمكن نقول مواقف طريفة جدًا. يعني الجماعة اللي بيعملوا الأدوية المخدرة، وخلّيني أقول لك إن دول بيبقوا ناس professional جدًا. الشخص اللي هو معروف إن ده الdealer بتاع المنطقة، حتى أنت إمم. دلوقتي تفتح جوجل هتلاقي إن الdealer الفلاني على جوجل مابس مكتوب. كمان؟ ما شاء آه. الله، لأ ده الدنيا كان في منهم اتطوّرت يا جنب جماعة. مستشفى تعافي من الإدمان، أنت بتتكلم في إيه؟ وفاتح مستشفى والّا دي تبع حد لا، لا، لأ، تاني؟ ده هو المستشفى هنا هو على الناحية التانية.
ما شاء الله عليه، ف ده شغل business wise يعني ما شاء لأ الله. على فكرة بيكونوا الناس دول professional جدًا وعندهم ماكينة كبس إقراص وتغليف لا، لا، لأ، شغلهم أهم بيكون حاجة الضمير في الشغل طبعًا. لا، لأ، ضمير يا ريت. لأ إيه بُص أنا بقى؟ خدت عهد بقى إن الناس دي لازم إحنا نكشفها هُم بيغشوا إزاي المخدرات بتاعتهم. عمل إيه بقى؟ كان في dealer منهم كان بيروح الصيدلية يشتري كمية سيدوفاج، والسيدوفاج ده دوا لعلاج النوع السكري السكر من النوع التاني أها. diabetes 2. كان بيشتري سيدوفاج كتير جدًا. طبعًا في خلط الأدوية بيتحط حاجات اللي هي الadditives والfillers والexcipients اللي هي بتزوّد الوزن بس عشان نكبس لإن المادة الفعّالة بتبقى أنت عارف قليلة قليلة أوي أوي. آه. فمعروف إن هُم بيدخّلوا شوية حاجات يغشّوا بيها، بس الشخص ده بقى كان بيغش بالسيدوفاج. اهم. ففي البداية ما كانش معروف نيّته، كان الصيدلي الفضول بس أخده إن هو يقول له معروف نشاطك إيه، إيه كمية السيدوفاج اللي أنت واخدها دي؟ فقال له من ضمن الخلطة، قال له طب ما ممكن هو يعني اعترف إنه dealer أصلًا أو تاجر والّا إيه؟ قال له هو الصيدلي إن معروف، خلطة؟ هو معروف مع شباب المنطقة لمّا بيحبّوا آه. يروحوا ياخدوا بياخدوا من الشخص ده وبيبقى فهو قال معروف، له أنا أصلًا باستخدمها في فقال له أنا باخد الكمية دي أهم حاجة كلّها. الصدق في حياتك، الصدق والصراحة. فقال له أنا من ضمن الحاجات اللي باعمل بيها الخلطة بتاعتي. فقال له طب اشمعنى اخترت ده ما أنت ليك حاجات تانية ورخيصة وتطحنها وتحطها في وسط الخلطة. قال له أنت النهارده لمّا تاخد كمية كبيرة منه هيحصل إيه سُكّر الدم عندك؟ قال له هينخفض. قال له لمّا سُكّر الدم ينخفض بيحصل إيه؟ قال له باعرق وبادوخ قال له بتبقى دماغك خفيفة فتفتكر إن أنت عملت دماغ. يا ابن النصح يعني هو شغال فعلًا على scientific base يعني طبعًا آه. الناس دي بتشغّل دارس دماغها طبعًا، طبعًا. وعارف بياخد إيه بالضبط، وده فعلًا أكيد. بيحصل سُكّره وطي فحس إنه عامل دماغ يعني. ابتدى دماغه تبقى خفيفة ويعرق ويدوخ ما فيش ضمير حتى في المخدرات. طيب ده كان موقف، في مواقف تانية فاكراها وتقريبًا أنتِ كده يعني لأ، ده أنا معبية عندي لا، لأ، أنا عندي مواقف عايزين كتير، لا، لأ، في مواقف إيه كتير رقم أوي 2 يعني. مثلًا يعني إيه والله مواقف يمكن أكترها في الصيدلية. آآ ال طلبات الناس اللي بتيجي تطلب بقى الناس أدوية؟ الناس اللي بتشتري الأدوية وكده، لإن بُص الصيدلي لازم مهمًا كان يعني أنا مجالي academic هات لي يمكن العلبة شوية. الصفرا يا ريتها، لأ هي الحاجات دي في المرضى يعني موجودة كتير. لأ الجماعة اللي بيسيئوا استخدام الأدوية. ف بيعملوا حاجات غريبة، يعني أنا فوجئت إن هُم الهيموكلار جل بيتاكل، بيتاكل؟ ده عندي بيتاكل. في البيت ألحق آكله بقى، ليه بيتاكل؟ بُص في حلو. بعض الأدوية لأ مش قصة حلو، هي في بعض الأدوية عشان يستخلصوا المادة بتاعتها بتحتاج طريقة غير تقليدية شوية يعني بيعمل في دماغ مثلًا التعاطي. والّا إيه؟ بُص والله هُم بيخلطوا أنا حاجات مع باكتشف حاجات بعضها أنا ما أعرفهاش لأ أصلًا. كتير، لا، لأ كتير، وبعدين الشخص النايف يعني أذكر في حد كان بيحكي عن إحدى الزملا في الاستقبال والطوارئ، دكتورة، وجماعة ضاربين حاجة وجايبين زميلهم مسندينه، فبتقول لهم: "هو ماله ده؟" فقالوا لها: "أبدًا ضرب فراولة على الريق." طبعًا الفراولة دي مقصود بيها ترامادول، أيوه، أيوه. هي ما تعرفش هي المصطلح. فاهمة فراولة، مالها الفراولة؟ فقالت أكيد مش مغسولة. مش مغسولة. مش مغسولة هي دكتورة طيبة جدًا، هي جاية جدًا. منين؟ كانت لسه لسه حديث تخرُّج، طازة. أنا ياما الصيدلي اللي معايا لازم تغسلوا كان الفراولة قبل ما تاخدوها. ياما الصيدلي اللي معايا كان هيتشل منّي، يعني ييجي واحد بيبقى باين عليه أوي إن هو بيضرب والعين الحمرا والنني مسطّر والpinpointed pupil ف وعايز بريزولين وعايز مش عارفة إيه للكُحّة جاي ياخد وعايز حاجات كذا معينة وعايز، وعايز وأنا الصيدلي يعمل لي كده يا دكتورة، لحظة واحدة هاجيبها لك من جوّه. أنتِ طيبة الصيدلي لسه ما قريتيش الصيدلي الموضوع. خدتِ الجديد وقت على ما فهمتِ اللغة دي والجو ده، دخلتِ في العالم ده؟ خدت وقت شوية، اهم. لإن الواحد كان كل فكره إني باذاكر، إني أجتهد، إني كذا، لكن ما لوش خالص في اللغة فعلًا بتاعة الواحد وهو صغير بيتضحك عليه من الناس دي ويصدّقهم، بس هُم مع الوقت حواراتهم بتتفقس بسهولة، لإنه بالضبط. دايمًا بيجذب الكذبة وبينسى، يقول أنا معلش أنا محتاج فلوس ليه يا ابني؟ أمي ماتت بس ومحتاج لها فلوس أدفنها، بعد أسبوع معلش أمي ماتت تاني وعايز فلوس تاني، ما يا ابني ما أمك دي ما يعني ادفنها بقى واخلص، فهو بينسى دايمًا الكذبة اللي بيكذبها علشان هو دايمًا عايز صحيح. فلوس، إمم. وبينسى أصلًا هو عمل إيه عشان طبعًا تحت تأثير الضرب. نرجع بقى لحتّة نفسية كده، إيه أكتر حاجة مرّت عليكِ في شغلِك وأثّرت في نفسيتِك؟ يعني شغلِك طبعًا حساس، أكيد في حالات صعبة أو في الشغل عمومًا. بُص الحاجات الصعبة اللي أنت ما بتبقاش عارف أصلها جاي منين، يعني أنا أذكر كان في حالة طفل أثّرت فيّا أوي، هو مش طفل هو كان سِن مراهقة، وإحنا بنعتبر إن حجز في قسم الأطفال لحد سِن 18. 13 يعني إمم.
كان هو 12 سنة، كان سِن مراهقة كده ممكن يبقى في إعدادي تقريبًا. كان والده ووالدته منفصلين وجايبينه مستشفى وهو تقريبًا ميت، كدمات وغرق. بيدّعوا إنه كان وهو بياخد shower داخ، وقع اتخبط ووقع غرق في البانيو. فطبعًا مع وجود انفصال في البيت والاتنين جايين، فهو في النهاية اتوفى، الله الله يرحمه. يرحمه. لكن كانت الحكاية كانت مؤثرة، وخصوصًا إن الظنون دايمًا تروح إنه اتضرب مثلًا أو حاجة ممكن والّا؟ طب غرق ده إزاي يعني، ضربوه غرقوه والّا عملوا إيه طب؟ يعني هو كان حد أحد الطرفين، لإن الاتنين جايين مع بعض وجايبينه. ف بس ما عرفتوش الوضع انتهى لأ، على دي إيه يعني؟ بقى مع التحقيقات، هو دايمًا زي ما حضرتك عارف طبعًا في المجال بتاعنا لازم وميديكو ليجال بندخل دايمًا معانا في بالضبط طب شرعي. الجزء إيه الدرس اللي اتعلمتيه من الحياة وهتعلميه لولادِك؟ في دروس كتير أوي بصراحة، بس يمكن أكتر حاجة باعلّمها لهم إن إحنا ما نحكمش على الشخص اللي قدّامنا غير إن إحنا نقول إن الشخص ده مؤذي أو غير مؤذي. بمعنى أنا شايفة من حق اللي قدّامي إن هو يبقى خبيث، عارف يمشّي أموره في الحياة، ما عنديش مشكلة معاه طول ما هو مش مؤذي، لإن ما فيش حد ملاك وبريء. صح، إحنا في لكن الدنيا أهم لسه. حاجة في تصنيفنا للأشخاص نقول إن الشخص ده مؤذي أو غير مؤذي. صح، أنتِ مركّزة على التصنيف ده بس، اللي هو أنا بالضبط، يعني هيأذيك أو لأ. بالضبط. وصلنا دلوقتي لفقرة اسمها مراية رنا، جاهزة؟ تشوفي نفسِك في المراية عاملة إزاي؟ إن شاء الله. إحنا هنشوفِك من خلالِك. طيب أول حاجة في المراية، أنتِ متصالحة مع نفسِك والّا لأ؟ الحمد لله. الحمد لله. ليه قُلتِ كده؟ علشان خدت فترة اتخانقنا كتير مع بعض لحد ما وصلنا لدرجة المصالحة، فأنا عارفة إن أنا أنتِ متصالحة. ومين؟ أنا ورنا. أنتِ أنا ونفسِك. ورنا. طيب بتصفي نفسِك إنِّك طيبة والّا لأ، يعني قلبِك بينسى بسرعة وطيبة والّا لأ باشيل وباعبّي وباعين ما بانساش؟ لأ، هو ما فيش تعارض ما بين الشخص يبقى طيب وما بين إن هو يبقى مش عبيط يعني، ما هو قصة إن أنا طيبة حاجة متغافلة أو معدياها. بمزاجي، بالضبط، مش لكن عبيط هابقى طيب كده. بالضبط، بالضبط يعني طيب بس مؤمن كيّس ذكي. فاطن يعني. أنا طيب بس ذكي، مش اللي هو أنا يعني. صحيح. يعني تقصدي أنا بافوّت بمزاجي، اللي يستاهل أبقى طيب معاه، بالضبط، اللي بالضبط. إنما اللي ياخد في دماغه بندّي له يعني. لأ والله أنا مش حتى في دي يعني مش بادوّر أوي على إني أدّي له، على قد ما أنا الشخص ده باعتزله، لإن أنا اكتشفت إن الناس دي ما لهاش حل، ولإني قبل كده حاولت عبثًا إني أعمل ده، فلقيت نفسي مش قادرة أجيب السقف بتاع الناس دي. أنتِ عصبية والّا بتكبّري دماغِك؟ بتتعصبي لأ، بسهولة؟ لأ، لأ، لأ؟ حتى في هادية البيت الحمد لله. ولادِك وبتاع؟ لا والله ما التربية الإيجابية خلّت الصوت. الواحد لا والله حقيقي التربية الإيجابية لأ، بقيت أتعامل معاهم كده إيه، يعني والله أنتم ما فيش موبايل، ما فيش خروج، ما فيش مصروف، ما فيش كذا، يعني على حسب قدر في الفعل عقاب بيكون بس في من غير زعيق بالضبط، يعني بالضبط، تقصدي من غير عصبية. طب آه. الأمومة سهلة والّا صعبة؟ لأ صعبة، صعبة للأم فعلًا اللي كين على أولادها وبتربيهم بجد، مش سايباهم للمجتمع وللسوشيال ميديا اللي هي عايزة فعلًا تربّي اللي هي فعلًا التربية صعبة طبعًا. طبعًا. إيه أكتر حاجة واجهتِك صعبة في التربية؟ ما شاء الله إن هُم دماغهم أعلى مننا، يعني إحنا كنا جيل طيب جدًا. ما فيش حاجة بقت في خالص، إيدينا. خالص إمكانياتهم ما شاء الله وردودهم وعقليتهم وطريقة تفكيرهم، أنا نفسي ما بييجيش في بالي الردود والأفكار أنتِ بتاعتهم معاكِ يعني. أولاد قد إيه؟ معايا 12 سنة و8 سنين، 2. ولدين ما شاء الله ده كبار وولدين، يعني اللي ولدين. هو في صراعات دائمة يعني. لأ الأول كنت بابقى شادة أعصابي وكده وأخاف عليهم من لعبهم وطبيعتهم، لإن أنا إخواتي بنات، فما كناش معانا ولاد في البيت، فما كنتش متعودة على نظام الولاد ولعب الولاد اتأقلمتِ والّا فكنت في الأول الدنيا لسه في ف صراعات شغالة؟ لا، لأ خلاص الحمد لله يعني اتعودت عليهم، ما بقيتش أخاف وقلبي يوجعني الأول وأتخض، وفهمت بقى إن ده طبعهم يعني. شغلِك، إيه أكتر حاجة بتحبيها فيه، وإيه أكتر حاجة بتضايقِك؟ أكتر حاجة باحبها لمّا فعلًا بيبقى الشغل جايب ثمار النتيجة بتاعته، لمّا الطلبة يجيبوا تقديرات أو يبقوا الطلبة فاهمين منّي أو يدعوا لي دعوة، لمّا في حالة أنا أقدر ربنا يكرمني إن أنا أكون سبب في إن هي تتلحق، وقتها فعلًا باحس إن أنا يعني لأ، أنا مبسوطة وراضية يعني حاسة وفخورة إنِّك ليكِ يعني. رسالة طبعًا، وباقدّمها مش طبعًا، بنشتغل وخلاص، ما هو طبعًا، يعني طبعًا، لازم الحمد برضه لله. نخلص النية في أي حاجة، لو في صحيح. نية وأنا باعمل حاجة خير فلازم عشان أؤجر عليه. طب الشغل ساعات بييجي على حياتِك والّا العكس؟
والّا لازم ييجي على حياتِك؟ ولازم، بس برضه أنا باحاول قدر الإمكان أوازن، ففي عرفتِ الآخر تعملي ده؟ لأ، في الآخر اللي باجي عليها رنا بصراحة، يعني مش يعني بتحاولي تدّي الشغل حقّه وولادِك حقّهم، بس وبالضبط، رنا اللي بتُقع في الآخر. بالضبط. طب ده يعني عادي ومستمتعة بيه والّا مش قادرة وعايزة بُص، يعني أوقات بابقى واصلة إن الكوباية اتملت على الآخر، فلأ، ما باركن بقى كل حاجة وأقول لهم إيه يعني لحظة بتفصلي؟ طب لحظة هو الراحة. طالما بتفصلي يبقى كده تمام، لإن الإنسان فعلًا محتاج يدّي لنفسه حقّه، علشان يقدر يدّي للناس التانية حقوقها. أوكي، بس أقصد إن ما فيش الbalance أوي بالشكل اللي مطلوب يعني. المستمر يعني، آه، كل فترة كده. بالضبط، لمّا خلاص بقى. أنتِ كده هتيجي لنا قريب يعني، ده يعني أساسي يعني، sign me in خلاص. بإذن الله. الصحاب في حياتِك بيمثلوا إيه؟ ضلع قوي جدًا، جدًا، فعلًا ليكِ أصحاب جدًا. كتير لأ، وصحاب أوي؟ أصحاب أوي أنا من وأنا صغيرة كده، صحابي يتعدّوا على الصوابع، يعني مش كام كتير. واحدة مثلًا؟ يعني القريبين جدًا 3، 4 مثلًا يعني. قريبين أوي. وبعدين قريبين وباحس إن كل حد فيهم ليه تصنيف في جانب، يعني بيبقوا اهم. بالنسبة لي كده، أنا عارفة إن أنا دلوقتي محتاجة أكلم دي، لأ في الموقف ده أو في اللي أنا فيه ده محتاجة ألجأ لدي أو أتصل بدي، يعني مش عشان إن أنا ألجأ لهم بس، أنا أقصد إن هم حتى بالنسبة لي لأ ليهم حتى categories يعني. مين فيهم اللي لمّا بتعملي حاجة كارثة بتجري عليه، أنا دي اللي هتنقذني، في حد كده في أصلًا والّا؟ في في واحدة كده، يمكن دي حتى تعرف اللي في أسرتي مش عارفينه. دي مش بتقول لِك أنتِ عملتِ إيه، بتقول لِك يالّا نصلّح، يالّا نكمّل، يالّا لأ بُص، هو الحمد لله ما بتبقاش حاجة محتاجة أوي إصلاح، يعني أنا بقدر الإمكان ما باعُكِّش بالحق الدنيا، الموقف. بس كل واحد ليه الصندوق بتاعه الأسود الأسود؟ يعني إن شاء الله نعرفه يعني. طيب الألم والأمل، كلمتين يعني هُم نفس الحروف تقريبًا بس عكس بعض، كل كلمة منهم بتمثل لِك إيه؟ يعني بتحسي الألم ده عبّر عن إيه في حياتِك، والأمل ده بيعبّر عن إيه في حياتِك؟ بُص والله الألم أنا شايفاه تعليم، تعليم اهم. للشخص، يعني شايفة ناس كتير جدًا شخصيتها اتغيّرت للأحسن بعد الألم اللي مرّت بيه، بس يكون الشخص ده فعلًا بعد أمّا وقع عنده استعداد يقوم. مش اهم. وقع وهيقعد يعيّط جنب الوقعة بتاعته وهيفضل قاعد. لو قام يبقى الجرح لَمّه هيبقى أقوى، الضربة بالضبط. اللي ما بتموّتش بتقوّي. الأمل شيء جميل جدًا، جدًا وبيدّي دفعة وpower وطاقة للشخص إن هو يعمل حاجات ممكن هو نَفْسه مش متخيّل إن هو يوصل لها. يعني تقصدي لازم يكون عندنا أمل، أكيد طبعًا، أكيد. هو اللي بيخلّينا نعيش أساسًا، صحيح، صحيح. يعني أنتِ عندِك أمل في الحمد الحياة. لله. الفقرة دي اسمها دكتور ولكن، أول يوم في الدكتوراه، يعني أول يوم ممارسة فعلية في الحياة، إيه كواليسه وإيه حكايته، حصل فيه إيه ومشي عادي والّا بكوارث والّا إيه بُص والله لأ، يعني الحمد لله الأخطاء اللي حصلت لإن أكيد ما اللي فيش حصلت؟ شخص ما لإن أكيد ما فيش شخص بدون أخطاء. الأخطاء اللي حصلت لأ، ما كانتش مؤذية، يعني أهم حاجة إحنا حتى بنتعلّمها وبنعلّمها للطلبة إن make sure إن الpatient is not harmed، أهم حاجة العيان ده ما أها، اتأذاش. الحمد لله. فكانت بس في أخطاء بسيطة والواحد اتعلّمها يعني اتلحقت أنا يعني. فاكر زمان أيام ما كنا امتياز كده في آخر الامتياز كنا بنشتغل في مستوصفات صغيرة كده هنا في القاهرة وبتاع في بولاق والحتت دي، فكانت المستوصفات دي بييجوا لك كدكتور أي حد عنده أي حاجة، اللي هو أي حد تعبان، أنت دكتور قاعد زي نبطشية طوارئ، فأنت مش عارف العيان اللي جاي لك المرة دي هييجي بإيه، فهو ممكن يكون جاي بطنه وجعاه، عينه وجعاه، ودنه وجعاه، جاي مجروح وعايز خياطة. فسألت زمايلي طب أنتم بتعملوا إيه؟ فقالوا لي في كتيب كده بتاع الدراكس ده تقريبًا مترتبة alphabetical alphabets. يعني، فأنت بتعرف هو عنده إيه وبتشوف الدوا تكتبه له. فأنا كان بيحصل لي موقف لطيف أوي في الموضوع ده، إن أنا طبعًا مش حافظ الأدوية دي أصلًا لسه ما اشتغلتش وكل التخصصات، أنت مرة جاي لك واحد ودنه وجعاه، فعايز قطرة مضاد حيوي في ودنه، مرة واحد جاي عنده نزلة معوية، عايز مطهّر، فأنا مش حافظ الأدوية، كنت أكشف عليه أعرف عنده أقول له بس اديني دقيقة بس أجيب حاجة وآجي، أطلع من أوضة الكشف أروح الأوضة بتاعتنا أفتح الكتاب وأقعد أدوّر بسرعة، 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 وأحفظ نوعين أقوم جاري، جري معلش اتأخرت عليك بس كان في حاجة مهمة باعملها جوّه مش أقوم كاتب له الدوا ويجري. مرة ييجي حد متعور نكتب، فواحدة واحدة أنت بدأت تحفظ الأدوية وكده، لحد بقى بعد كده أنت خلاص نازل وأنت قلبك جامد بقى أنت عندك إيه، يالّا اللي بعده وهكذا، لأ هو فالخبرة بتفرق. أكيد، هو بس كان في موقف أنا ما انساهوش في مستشفى مرِّت عليّا في الشغل، كانت مستشفى حكومي، وكنا بنلاحظ ظاهرة غريبة أوي في المستشفى دي، المستشفى كان فيها ناس أغلبهم جايين شيستوسوما وبالهارسيا والمشاكل دي، فكنا بنلاحظ إن المعمل
كصيادلة إكلينيكيين بييجي لنا التقرير وكل حاجة في الأدوية، إن أول حالة يتعمل لها stool analysis أو تحليل البراز مثلًا عندها بالهرسيا، أي stool analysis بعده أي تحليل براز كله بالهرسيا، شيستوسوما كله جاي بنفس الطفيل. الموضوع كان غريب وقُلنا الراجل ما بيشتغلش الtechnician بتاع المعمل، لأ الراجل بيشتغل. والموضوع قلب معانا لفترة بموضوع فكاهي، والله يا جماعة أول حالة طلعت كذا يبقى كل الحالات اللي جاية وراها نفس التشخيص. بيريح دماغه ولا لأ ايه؟ يا ريت، ايه بقى؟ اكتشفنا إن هو لمّا بينزل بعدسة الميكروسكوب في الslide ما بيحطش عليها cover، فالطفيل لزق على العدسة، الله. لأنها مش متغطية، مهمًا يبدل الslides بعدها العدسة لازق عليها نفس الطفيل ده، اصلا وانا معاك وكله بقى كده. يتصرف له نفس التشخيص. ف لحد ما ييجي تاني يوم الصبح بقى ينضف العدسة وينضف المكتب تاني يوم هو تاني يوم بقى النهارده خلاص، الشيستوزوما النهارده بالهارسيا. بالضبط. ربنا يكرمهم. انت لو معاكي عصاية سحرية هتعملي بيها ايه؟ يعني لو مثلا رجع بيك الزمن ورا شوية هتعملي نفس اللي عملتيه في حياتك ده ولا ممكن تغيري حاجة؟ بُص، هو الشخص أوقات بيُخيّل ليه إن هو لو رجع هيغيّر حاجة وهتفرق، لكن صدّقني كل شيء بيبقى مرسوم للشخص ده إن هو هيمشي فيه، هيتعلّم الدرس ده، ولو ما اتعلّمهوش ربنا هيبعت له رسالة هيعلّمه له بشكل آخر. فمش نصاحة إن أنا لو فلتت من التجربة السيئة دي أو حاجة، إن أنا كنت هابقى يعني حالي هتعيدي أفضل. نفس اخطاء الماضي؟ لأ، هي مش قصة إن دعونا أنا نكرر هاعيد اخطاء نفس الماضي. أخطاء الماضي، بس لو أنا مكتوب لي إن أنا هاقابل ده في حياتي، أنا هاقابله، حتى لو محيته. فخلّيني بقى أفكّر بالعصاية السحرية دي لحاجة إيه لقدّام، طب حاجة حلوة هتعملي بيها ليّا. ايه بقى؟ أعمل بيها إيه؟ هنشوف كده فلوس حتّة من الdollars كده يعني مثلًا يعني. كام دولار يعني محتاجة كام والدنيا تبقى كويسة؟ كتير، كتير، أنا طموحي عالي، قولي أنا رقم. شخص طموح، فربنا 50 يبعد 60 عنا الضرايب 100. بس كده وخلّينا ما إيه. هم اكيد مش هيجوا على حاجة ما حصلتش، يعني انت نفسك في كام لا، يعني؟ لا، إحنا بنتكلّم بقى في ملايين ومليارات، إحنا هنعمل مشاريع علمية يعني، إحنا هنخدم البشرية بس انا واصحابي لما بنبقى قاعدين على القهوة هنعمل نتفق على مشروع والاخر نروح ننام تاني يوم، ايوه يا ابني لو هنقعد عادي. 50 مليون كويس دولار. هي ممكن نوسّعها شوية، لإن أنا نِفْسي كده في مجال جديد هيحتاج مصاريف هتعملي كتير بيهم أوي. ايه طيب؟ عايزة لا، أنا عايزة كده أشوف الناس هتشبط مجال معاكي. الصيدلة النووية. انا هشتغل معاكي في ف الموضوع ده، انا معاكي. بس هاتي ال50 مليون انا معاكي. طب مين اغرب عيان مر عليك؟ يمكن السؤال ده سألناه بس المرة دي اغرب، يعني حالة غريبة، او سألناه بشكل تاني يعني اصعب حالة، ده اغرب حالة مثلا فاكراها والله لأ، كانت في حالة محيّرة واتشخّصت غلط والآخر طلعت حاجة تانية بسبب خطأ في إجراءات التشخيص. اصلا؟ يمكن دي لإن بالمناسبة كان في لمّا جيت دوّرت عن الموضوع بتاع التشخيص الخاطئ ده، لقيت كان في موظّف أمريكي، هو موظّف رفيع المستوى في مؤسسة كبيرة، كان CFO الchief financial officer رئيس المالي. الراجل ده كان عنده صرع epilepsy وما كانش قايل للشركة، لإن في القانون مرض الصرع يُصنَّف إنه disability أو إعاقة، نوع من أنواع صح. الإعاقة. فكانوا بيعملوا تحليل مخدرات random، فالدوا اللي بيعالج الصرع بيدّي false positive مهم. وهو ما بياخدهوش. الشركة خدت إجراء أو المؤسسة خدت إجراء إنها فصلته، صح. ما فيهاش جدال. طب رجعوني، طب ده false positive، طب عيدوا التحليل، رفضوا. اضطر يرفع عليهم قضية عشان يرجع لمنصبه. وقال فيه إن أنا كان عندي كذا، كذا، وإن تحليل المخدرات بيدّي إيجابي خاطئ false positive مش عارفة هيبقى اسمها إيه، وطلب إعادة تحليل وكده. المهم فعلًا أثبتوا إن هو عنده مرض الصرع وإن الدوا اللي بياخده ده بيدّي في تحليل مهم. المخدرات إيجابي، بس خسر القضية لإن هو كان مخبّي على الشركة إن هو عنده صرع. ما هي يعني قضية خسرانة من الأول. فكانت في طفلة للأسف كانت جات بتشنُّجات، مهم. وبعد أمّا حطّوا لها الpatch عشان يوقّفوا التشنُّج، سحبوا جه في بالهم يسحبوا عينة تحليل مخدرات، فكانت الpatch اللي هي واخداها ادّت false positive وهي كانت في النهاية عندها ورم لسه بيتم تشخيصه عندها في المُخ، هو اللي عمل لها التشنُّجات اللي حصلت لها دي. مهم. فهم ادوا لها فكانت الباتش وحللوا لها. بعد الbatch بشوية خلاص هتطلع إجابة بالضبط، أكيد. فدي كانت حيّرتنا شوية إن إحنا ما فهمناش إيه اللي آه. حاصل يعني. لو انت بطلة خارقة عارفاهم الأبطال الخارقين super دي heroes. تختاري مين فيهم؟ شكلك بتحبيهم، تختاري تبقي مين؟ والله هم يعني يعني متحيزين أوي للرجالة بيعملوهم أبطال، لكن في البنات ستات دلوقتي أو والله ممكن سوبرمان كانوا عاملين منه سوبر وومن. في سوبر وومن. نحقق مارفل العدالة. ما خلتش مارفل حاجة. متجهين آخر فقرة هنحللك نفسيا،
هنتعرف عليكي بس بشكل نفسي كده، يعني جاهزة ولا نبلاش؟ يحصل. حد ماسك عليكي حاجة ولا لا، بتاع؟ لا، لا، إحنا ما نخافش، إحنا احنا في سليم. طيب، هنسألك شوية أسئلة كده من بتاعتنا بقى، بتاعت الدكاترة النفسيين وكده، نعرف شخصية الدكتورة رنا دي عاملة ازاي. يعني مثلا تحبي تقعدي لوحدك ولا مع الناس؟ لوحدي أكتر. أكتر. إمم. طب نوضح السؤال أكتر، يعني انت شخصية انطوائية عموما، بتحبي الوحدة عموما ولا بتحبي الاجتماعيات أكتر؟ أنا ميولي لو قدامي الاختيار ما باحبش أوي أندمج، لكن وقت ما باتحط في الموقف لأ الحمد لله يعني بدور. عندي يعني باعرف. يعني مش انطوائية اللي هو لأ، لو في فرح ما اروحش، لو في مناسبة ما احضرش، في بروح وبتعامل، مفيش بالضبط. يعني بين الاتنين مشغلة كده وكده، اللي هو لو قاعدة لوحدي بستمتع بالقعدة لوحدي. ما بس بازهقش، ما أكتر ايه باتضايقش. اللي بتستمتعي بيه أكتر؟ والله الصُحبة لو كويسة أكيد يعني الواحد هيفضّلها يعني. هيفضلها. إمم. يعني اجتماعية أكتر من إنك انطوائية شوية؟ بس على حسب، اجتماعية انتقائية. على حسب الناس. آه. طب عادةً بتفكّري إزاي، بشكل واقعي وعملي ومجرّد كده، والّا شكل حالم وفانتازي وأحلام والمليون لا، لأ دولار خالص، وبتاع؟ بالعكس لأ واقعي، وأوقات كمان عشان نفسيًا ما يحصلّيش أي نوع من أنواع الصدمات النفسية، بافكّر إيه ممكن يكون الworst case scenario، إيه إمم. أسوأ الاحتمالات ممكن تحصل. تسيبي كل حاجة يعني. طبعًا. يعني ما فيش اندفاعية عندِك، ما بتعمليش لأ. أي حاجة كده مفاجأة بشكل لأ، بس مفاجئ؟ في نفس الوقت مش مترددة، يعني مش اهم. بطيئة ومترددة وما باخدش قرار، لأ، يعني كويس. بافكّر أحسم الأمر وأتوكّل على الله يعني. جميل جدًا. ما فيش مرّة مثلًا تعملي حاجة وتندمي عليها وبعد كده تقولي يا ريتني فكّرت خالص؟ آآ أكيد الواحد لمّا ياخد قرار ويلاقيه أدّى لنتيجة مش كويسة بيقول يا ريتني، بس بيبقى هو عمل أفضل حاجة عنده في اعتقاده الشخصي وقتها. اهم، تمام. طب بييجي لِك إحساس ساعات بالملل، أنا زهقانة فجأة كده؟ مش كتير. مش كتير، الحياة مليانة بتيجي يعني، بس ما لأ ما ما فيش بالحقش أصلًا. أحس. مش مزاجِك أخباره إيه الفترة دي؟ حلو الحمد لله. حلو. يعني بس مش حزين الهرمونات شوية؟ الستات لأ الهرمونات يعني بتحكم الستات أوي، أعتقد دي هتكون شفيعًا يوم القيامة إن شاء الله يعني. بمعنى عندِك تقلُّب في المزاج؟ لأ مش تقلُّب في المزاج، بس على حسب الفترة بقى، مين اللي واخد القيادة في الفترة دي؟ مين يعني عندِك بياخدوا القيادة، لأ هُم هي شيفتات مش والّا كده، هي حاجة regular يعني ما شيفتات والّا إيه؟ لأ الظروف الإستروجين الشهرية؟ والبروجستيرون يعني هي ما هو بتتحكّم الفكرة أوقات كلّها يعني، بس بس دي حاجات الإنسان طبيعية، أنا باتكلّم لو على الواحد الabnormal. لأ، ما عنديش حاجة الحمد لله abnormal بس الواحد بقى عنده وعي ومع الوقت لو حسيت إن أنا دراما أوي لأ، هو لحظة هو في إيه بقى مين اللي واخد آه، القيادة دلوقتي؟ فنرجع مع نضبط الوعي ده الدنيا شوية. الواحد وقتها بيتأقلم يعني. تحسّي إن في مؤامرات عليكِ، أو الناس كارهاكِ، أو ناس معيّنة في أي لا، مكان، لا، لأ، أو حد حصلت لِك مشكلة في حاجة، تلاقي المدير هو اللي عمل الحوار ده، حاجة لا، زي لا، لا، كده؟ لا، لا، ما فيش سِنّة ما فيش حد مؤامرات في مهم الحياة؟ أوي للدرجة دي يعني ما غير لمّا يكون فيش. ماسك منصب. إحنا ناس غلابة، إحنا على الله لسه حكايتنا بنحلم يعني بال50.000.000. طيب، بتحسّي دايمًا، أو يعني لمّا حد ينتقدِك بتحسّي بإيه، إنِّك متقبّلة النقد وعادي، والّا لأ أنا ما حدّش ينتقدني؟ لا والله باعقلها، يعني لإن في بعض الأشخاص بتلعب عليك نفسي، أنا قعدت أقرا شوية في المجال ده، هُم بيحبّوا وتعمل عليك ينتقدوا إسقاط أصلًا. وفي ناس بتبقى فعلًا شايفة حاجة معيّنة أنا باعقلها لأ والله فعلًا معاهم حق، أنا الموضوع ده يعني أنتِ بتفرّقي ما بين اللي بينتقد حُبًا في النقد وما بين النصيحة، قدر الإمكان، بس باحاول أخرّج بتتقبّلي نفسي ده من إلى حدٍ الصورة. ما؟ لو أنا فعلًا من جوايا لإن خلّيني أكون صريحة، كل واحد فينا عارف من جوّاه هو عيوبه إيه، حتى وإن كان مش قادر يقبلها، بيهرب منها، بيتجمل، بس من جوّاه جزء كده بيحس بالحقيقة، فعلًا أنا صح كده. طبعًا. طيب لمّا بتروحي مكان فرح، مناسبة، بتاع، بتحسّي إن العين عليكِ والناس باصّة لِك وأنا داخلة بقى القاعة والفستان الحلو كده وبتاع، والّا عادي ما حدّش باصص لي أساسًا؟ لا، لأ، ما احطش في بالي هو باصّ لي أو مش باصّ لي ما مش بتركّزيش. ما طب هل بتحبّي ده؟ تحبّي أدخل هُم ما بصّوليش ليه، لا، والّا لأ، مش عادي؟ attention seeker لأ، عادي. خالص، لأ، أكيد؟ ما بتحاوليش حتى أنتِ تلفتي النظر؟ لا، لأ خالص. ما إحنا في حالنا يعني. آه. طب لمّا بتروحي المكان أو المناسبة دي، بتقعدي لوحدِك كده ومنطوية في حتة ضلمة، والّا مع الناس يالّا وهوب؟ لأ طبعًا مع الناس، أنا جاية يعني عشان أقعد لوحدي بقى لو كنت قعدت ما جيتش. قلوقة دايمًا على المستقبل؟ دايمًا آآ دماغك شغالة، والّا يعني آه. الدنيا ماشية وخلاص؟ بافكّر فيه كتير بصراحة، وبارجع تاني أفوّق نفسي إن لأ، دي حاجة مش بإيديّا، بس ده لا يتعارض مع إن الواحد ياخد بالأسباب. صح طبعًا، بس يعني بتاخدي بالأسباب بس قلقانة. بافكّر فيه بأمانة. دقيقة في حياتِك وفي شغلِك من حيث الترتيب والنظام، يعني لو حاجة اتشالت من مكانها أنا لازم أحط دي مكانها ولازم أعمل. آه.
آه، عندي حُب للنظام آه. بزيادة والّا يعني level بسيط كده؟ لأ، أنا خلّيني أقول لك إن كان من قريب حد كان بيعمل حاجة عندي في المكتب وقالوا مكتب الدكتورة رنا اتسرق، يا جماعة ما اتسرقش أنا شايلة حاجتي ومنظّمة حاجتي وحاطة كل حاجة في مكانها ف أنتِ أصلًا شايلة حاجتِك قبل ما يدخل لأ أصلًا مش والّا إيه؟ كده، أنا باحب دايمًا أسيب الدنيا كأن المكان ده مش مسكون أصلًا، يعني آه، أنتِ تحسّه بتاخدي كده يعني، حاجتِك معاكِ، مش باخدها معايا بارتّبها وباشيلها وبانظّمها يعني الدقة والترتيب مهمين آه بزيادة والّا يعني بالضبط. نُص، نُص؟ والله على يعني الواحد حياته مليانة، بيبقى بالنسبة لي مهمة وبتريّحني، لكن في أوقات الأمور بتخرج عن السيطرة، فالواحد طيب في العلاقات أيًا كان نوعها سواء ولادِك، أخواتِك، عيلتِك، جوزِك، آآ، تحبي تبقي الشخص الcontroller والّا شخص عادي فيه مرونة هنا وهنا؟ controller أنا اللي باقود، أنا اللي باعمل. لأ، أنا بالأمانة أنا مش طبعي leader، بس يمكن الحياة فارضة عليَّ الدور ده وأنا مش متضررة منه، بس دايمًا في رأيي إن حتى الleader لازم يسمع للي معاه، فأنا باحب أشارك. طب الست الطبيعي تبقى دلوقتي تبقى مسترجلة والّا دي حاجة مفروضة عليها؟ في ستات هي حابة الدور ده ومتقمصاه جدًا وبتدوّر على الشريك الضعيف عشان تمارس عليه الدور ده. أنتِ إيه رأيِك؟ الست المفروض آمم، تبقى فين؟ بُص لأ، يعني أنا مش طبيعتها إيه شايفاها المفروض؟ أنا مش شايفاها مع الطبع المُتعارف عليه، يعني يعني المفروض الست تبقى إيه، في البيت والّا برّه والّا هادية والّا مسترجلة والّا ضعيفة والّا قوية؟ والله أنا شايفة إن إحنا ما نبقاش مسوخ، يعني كل واحد يقوم بدوره بقى، يعني كل واحد يبقى الست شايل مكانها فين؟ في في إن الجنة إن شاء الله. شاء الله، في البيت يعني. طيب أبشري، نتايج حلوة، معقولة، هو بس في سِنّة وسواسية شوية بس مش واصلة لدرجة مرض، لأ هو دِقّة زايدة، بقية الحاجات normal ما فيش حاجة، يعني مش هتيجي العيادة للأسف تكشف يعني، فأبشري الحمد لله النتايج بتاعتِك كويسة. الحمد لله. نورتينا في بودكاست حكاية النهارده، شكرًا يا دكتور، تسلم، نورتينا بنورك. ومبسوط إنِّك جيتِ. في النهاية باشكركم على المشاهدة الجميلة، دكتورة رنا البكري في بودكاست حكايتي، حكت حكايتها، يا رب تكونوا استمتعتوا بالحكايات الغريبة اللي سمعناها، وانتظرونا المرة الجاية في حكايات أغرب وأجدد إن شاء الله، حلقة جديدة من بودكاست حكايتي، دكتور أحمد موافي.